أكلة السمك دي من الأساسيات بالنسبة لنا كل فترة، ولازم ننقي المكان اللي هناكل من عنده كويس أوي. فالمرة دي قررنا نطلع على ملوك الخامات أسماك الأندلس، وده فرع العبور، وزي ما أنتم شايفين صرح كبير أوي، عداد بره وجوه في كل حتة. وديسبلاي السمك عندهم هتلاقي فيه أي حاجة بتتاكل في البحر ممكن تتخيلها. بعد ما تطلب الأوردر بتاعك هتلاقي السلطات كلها بدأت تنزل لك، وما تفوتوش سلطة الرنجة والبتنجان المقلي بتوعهم، وتخشوا على طول بعدها على شوربة السي فود المخلية وهي بيبقى فيها فيليه جمبري، كاليماري. حلوة ودسمة كده. وكل المقليات عندهم ما تتفوتش، من أول سمك المكرونة والبربوني والكاليماري والجمبري راس وديل، ده يا جماعة من أحلى الحاجات اللي كلناها النهاردة. جمبري راسه ديل تحفه، كرانشي، تتبيلته مظبوطه مش حادق قوي. وسمك البربوني وده ما يتفوتش. خلي بالك البربون ده من الاسماك اللي بتتغذى على الجمبري في البحر. مسكر الصراحة حلو فعلا. وحبيب الكل الجمبري باتر فلاي ده كان مظبوط قوي برضه، لأن هما بيستعملوا خامات كلها طبيعية وكريمة لباني. انت عارف ان كان عندي مشكله مع الصوص ده في كذا حته الصراحه، حلو قوي. أما بقى صينية الأرز بالبطاطس والكريمة كانت دايبة ومظبوطة من جمال الكريمة بتاعتها. وحلاوة الحنشان اللي معمول في زيت وليمون ده اللي ما كانتش متوقعة خالص. الحنشان ده او التعبين دسم بس تحفه. عارف السمكه بولتي دسمه تايمز 10 مثلا. وطاجن الأندلس ده فيه جمبري وبطارخ وسبيط وبيض سبيط. مش رأيي اصلا. دي اكتر حاجه انا بحبها. حلوة قوي. وعلى قديمه بقى جمبري مشوي خلطة وجمبري اسكندراني، والاتنين أحلى من بعض. يعني الحجم ده اصلا مش موجود، وبعدين فريش جدا. والنقنقة ما تحلاش من غير بلح البحر والجندوفلي، ولازم عصرة ليمون عليه. مش زفر. واحلى حاجه بحبها ان يبقى باين الكرفس فيه قوي. وبعد جمال الأكلة اللي أكلناها النهاردة دي، اللي احنا متأكدين منه إن أكيد دي مش آخر مرة هنروح فيها أسماك الأندلس.